السلام عليكم. في البدايه كده ما تنسانيش باللايك، ولو كنت لسه جديد معانا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان اول ما ننزل اي فيديو جديد يوصلك اشعار باننا نزلنا فيديو جديد. من حوالي اسبوع كده نزلت فيديو عن تحميل لعبه دريم ليج 2019 بمود الاهلي المصري. المود دوت طبعا انا كنت اللي عامله، وفي ناس جات لي في التعليقات وقالت لي طبعا عايزين مود الزمالك المصري. وفيديو النهارده هيكون عن تحميل لعبه دريم ليج 2019 بمود الزمالك المصري، وبرده انا اللي عامله وان شاء الله يعجبكم. المود دوت بيغير لك صورة البداية الخاصة باللعبة إلى صورة احترافية جدا، صورة للعيبة الزمالك، وبيغير لك برضو شكل القوائم إلى شكل احترافي جدا، برضو شكل صور للعيبة الزمالك. والمود دوت موجود فريق الزمالك بآخر الأطقم وبآخر الانتقالات. اللعبة متضاف ليها موسيقى لنادي الزمالك، ومش هقدر استعرض لكم الموسيقى عشان الحقوق وكده يعني. والمود دوت بيحل لك مشكلة اللي هي الشعارات، لأن لعبة دريم ليج 2019 ما واخداش الحقوق إنها تحط شعار أي فريق داخل اللعبة. وبلاش رغي كتير، خلينا دلوقتي ندخل في طريقة تحميل اللعبة دي. وفي طريقة تحميل اللعبة دي هنحتاج برنامج اسمه زي ارشيفر، وسايب لك الرابط بتاعه في الوصف. فانت بعد ما بتحمله وتثبته هتدخل عليه عادي خالص. برنامج زي ارشيفر هيفتح معاك بالواجهة اللي انت شايفها دي. هتروح لمجلد اسمه داونلود، هتلاقي الثلاث ملفات دولت، والثلاث ملفات دولت سايب لك الرابط بتاعهم في الوصف. فاول حاجة بتعملها بتروح لاول ملف معانا واللي هو ملف الاي بي كي، وبتضغط عليه ضغطة واحدة هيظهر معاك قايمة بالشكل اللي انت شايفه دوت. تضغط على اول خيار في القايمة دي واللي هو خيار عرض، هتلاقي جواه ملف اي بي كي. هتضغط على ملف الاي بي كي ضغطة واحدة هيظهر لك قايمة بالشكل دوت. هتضغط على خيار تثبيت في القايمة دي. اول ما تضغط على تثبيت هيطلب منك كلمة سر، وزي ما انتم شايفين قدامكم كلمة السر ظاهرة قدامكم على الشاشة. وبعد ما بتكتب كلمة السر على طول تضغط على حسنا، هيبدأ طبعا الملف يفتح معاك بالشكل اللي انت شايفه دوت. بعد كده هيوديك لواجهه بالشكل دوت، وبتثبت ملف الاي بي كي عادي خالص من خلال انك هتضغط على تثبيت. ملف الاي بي كي هيبتدي يثبت معاك بالشكل دوت، وملف الاي بي كي هيطول شويه على ما يثبت، فانا هستناه على ما يثبت وارجع لكم. وزي ما انتم شايفين يا شباب اهو ملف الاي بي كي خلى التثبيت. فبعد كده بتضغط على تم، بعد كده بترجع وتروح لتاني ملف معانا واللي هو ملف الداتا، وبتضغط عليه ضغطه واحده هيظهر معاك قيمة بالشكل اللي انت شايفه دوت. هتضغط على خيار استخراج في القايمة دي، بعد كده هتروح لذاكرة الهاتف، بعد كده اندرويد، بعد كده مجلد داتا، وهتعمل له لصق من خلال الدائرة الخضراء دي. اول ما تعمل له لصق هيطلب منك كلمة سر، وزي ما انتم شايفين قدامكم كلمة السر ظهر قدامكم على الشاشة. بعد ما بتكتب كلمة السر على طول فبعد كده بتضغط على حسنا، هيبدأ طبعا يستخرج معاك وبيستخرج بسرعة كبيرة جدا. فبعد كده بترجع لذاكرة الهاتف مرة تانية، مجلد داونلود مرة تانية، وتروح لآخر ملف معانا واللي هو ملف الاو بي بي، وهتضغط عليه ضغطة واحدة هيظهر لك قايمة بالشكل اللي انت شايفه دوت. هتضغط على خيار استخراج في القايمة دي، بعد كده هتروح لذاكرة الهاتف، بعد كده اندرويد، بعد كده مجلد او بي بي، وهتعمل له لصق من خلال الدائرة الخضراء دي. اول ما تعمل له لصق هيطلب منك كلمة سر، وزي ما انت شايفين يا شباب كلمة السر ظاهرة قدامكم على الشاشة. وبعد ما بتكتب كلمة السر بتضغط على حسنا، ملف الاو بي بي هيبتدي يستخرج معاك بالشكل اللي انت شايفه دوت. هيطول شوية على ما يستخرج، فانا استناه على ما يستخرج وارجع لكم. وبعد ما الملف خلص استخراج فبعد كده بتخرج من برنامج زي ارشيفر. هتلاقي اللعبة هنا موجودة بدون اي مشاكل، فخليني افتح اللعبة. اول ما تفتح اللعبة هيظهر لك واجهة بالشكل دوت. هتضغط على سماح، وزي ما انتم شايفين هنا شباب طبعا صورة اللاعب بن شرقي وفرجاني ساسي، زي ما انتم شايفين قدامكم صورة احترافية جدا. وزي ما انتم شايفين يا شباب اهو اللعبة فتحت، وزي ما انتم شايفين يا شباب اللعيبة اتغيروا، وبقى طبعا اللاعب ابو جبل معنا شباب زيزو، واللاعب امام عاشور. زي ما انتم شايفين قدامكم يا شباب الشكل بتاع الخلفية جامد واحترافي جدا، مكتوب دي لسه 21 وموجود فيها خط احمر، يعني شكلها جامد جدا. وخلينا دلوقتي يا شباب نبدا باستعراض خيار المالتي بلاير. واول حاجه هتلاحظها ان الشكل بتاعه نفسه اتغير، زي ما انتم شايفين قدامكم يا شباب. هبقى اعمل لكم زوم عليه، بقى طبعا صوره للعيبه النادي الزمالك بالتيشيرت الاسود. فخلينا ندخل لخيار المالتي بلاير. زي ما انتم شايفين خيار المالتي بلاير معدل باحترافيه جدا، وعندنا شباب اللاعب طارق حامد، والقوام يا شباب شفافه وشكلها احترافي جدا. فخلينا نخرج من خيار المالتي بلاير، بعد كده يا شباب نروح لخيار الكارير. زي ما انتم شايفين القوام احترافيه وجامده جدا، زي ما انتم شايفين لعيبه الزمالك هو بتحتفل، زي ما انتم شايفين شكلها احترافي وجامد جدا، وشعار الزمالك وفي ايدي الليس 21 واللون ابيض والبرواز يا شباب الاحترافي دوت. زي ما انتم شايفين شكل القوام يعجبك واحترافي جدا. فخلينا اول حاجه
دلوقتي نبدا باستعراضها واللي هو التشكيل. زي ما انتم شايفين عندنا تشكيل الزمالك، زي ما انتم شايفين قدامكم يا شباب اخر الانتقالات زي ما انتم شايفين قدامكم، والخلفيه بتاعت التشكيل زي ما انتم ملاحظينها وبقى شكلها احترافي جدا. فخلينا يا شباب نخرج من التشكيل ونروح يا شباب نوريكم اللي هي الاطقم. زي ما انتم شايفين يا شباب ده الطقم الاول وده الطقم الثاني، وطبعا ده الطقم الاسود الثالث، وده طقم الحارس الاول وده طقم الحارس الثاني وده طقم الحارس الثالث. زي ما انتم شايفين يا شباب اخر الاطقم، وطبعا شعار الزمالك زي ما انتم شايفين موجود. فخليني دلوقتي يا شباب اوريكم الشعارات، لان زي ما قلت لكم في اول الفيديو ان اللعبه بتحل لك مشكله الشعارات. زي ما انتم شايفين قدامكم كل الفرق الشعارات بتاعتها مصححه. وخلينا دلوقتي يا شباب نخرج ونروح نجرب لكم جيم بلاي عادي من داخل اللعبه. خلينا ندخل ونجرب جيم بلاي من داخل اللعبه. زي ما انتم شايفين هنا عندنا الاطقم، تقدر تختار اي طقم وتلعب بيه. فخلينا دلوقتي ندخل على الجيم بلاي. زي ما انتم شايفين يا شباب اهو دخلنا على الجيم بلاي. خلينا نتخطى المقدمات وكده يعني. والجيم بلاي يا شباب ما فيهوش تغيرات ولا اي حاجه ما عدا شباب الخريطه واللي هو ازرار التحكم. والخريطه زي ما انتم شايفين صوره للعيبه الزمالك، هبقى اعمل لكم زوم عليها. فبكده يا شباب نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوناش بقى باللايك واشتركوا في القناه لو ما كنتوش مشتركين، وفعلوا زر الجرس عشان اول ما ننزل اي فيديو جديد يوصل لكم اشعار باننا نزلنا فيديو جديد. ويلا يا شباب اشوفكم الفيديو الجاي. تحياتي ليكم، سلام.